السي في أو السيرة الذاتية حاجة مهمة جدًا ومربحة جدًا للناس اللي بتعرف تعملها صح، علشان كده عايزك تتعلم إزاي تعمل CV بشكل احترافي يكون مقبول عند كل الشركات وعند كل الأفراد. تعالوا دلوقتي نتعلم إزاي نعمل CV بشكل كويس، لإنه حاجة زي ما قُلت إنها حاجة مربحة جدًا. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمله إزاي. أول حاجة هنتكلم عليها هي أهمية الCV أو السيرة الذاتية. تاني حاجة هنتكلم عن المحتويات اللي بتكون موجودة جوه الCV. بعدين هنتكلم عن طريقة إنشائه، وهننشئ تصميم على كانفا للCV. طيب بعد كده هنتكلم إزاي يمكن إنك من الCV ده تقدر إنك تعمل دخل كويس وتقدر إنك تستفيد من اللي اتعلمته. أول حاجة تعالوا نتكلم فيها هي أهمية الCV. الCV زي ما أنا شايف في الفايل اللي أنا مجهزه قدامي ده، بيقول لك إن السيرة الذاتية هي أول انطباع عنك قدام شركة أو قدام مدير التوظيف. يعني أول انطباع هو بياخده عنك من خلال الCV اللي بتقدمه. لو كانت احترافي فهو بيعرف إنك شخص محترف وبيقدر ده. لو كانت مش احترافية فهو بيعرف إنك شخص مش كويس، أو مش على مهارة كافية إنك تكون كافي للوظيفة اللي بتتقدم ليها. طبعًا كل ما يكون احترافي كل ما بتزيد فرصتك في الوظيفة إنك تقبل أكتر. طيب بالنسبة للمحتويات اللي بتكون جوّه ال السيرة الذاتية أو الCV، بتكون كلّها عبارة عن معلومات شخصية. المعلومات الشخصية زي الاسم بالكامل ورقم التليفون، بريد إلكتروني، ورابط LinkedIn لو عندك LinkedIn يعني. طيب هو بيكون في ملخص احترافي، ملخص لحاجات معيّنة زي مقدمة قصيرة عن خبراتك ومهاراتك الأساسية، بيكون الخبرات العملية، بيكون في قائمة بأهم الوظائف اللي اشتغلتها، فيها مع ذكر المهام التي قمت بها. يعني بتحط جوّه السيرة الذاتية بتقول له إنك اشتغلت الشغلانة الفلانية والفلانية، يعني بتحدد له الشغل اللي اشتغلته قبل كده. بيكون فيها المهارات. المهارات دي بيندرج تحتها حاجات كتيرة زي اللغات، زي إنك بتعرف تشتغل مع مجموعة أو بتشتغل مع فريق، إنك عندك مهارات مختلفة زي عندك كورسات في برامج معينة، أخدت شهادات تقدير من جهات معينة. كل دي مهارات أنت بتبقى موجودة عندك. المهارات دي بتبقى تقنية أو شخصية. مهارات شخصية زي مثلًا الحاجات اللي هي بتخص التواصل. يعني في ناس بتعرف إن هي عندها قدرة إنها تتعامل مع أشخاص كتير، وتكون عندها براعة في النقطة دي، فدي برضه مهارة مهمة جدًا. طبعًا بيكون عندك التعليم والشهادات زي ما قُلت من شوية، بيكون عندك المؤهلات الدراسية، أنت حاصل على أي مؤهل، بيكون عندك كورسات، بيكون عندك شهادات حصلت عليها، أخدت كورسات وحصلت على شهادات معيّنة مثلًا. اللغات الlanguage اللي هي اللغات اللي عندك، بتعرف تتكلم إنجليزي، فرنساوي، ألماني، روسي، أيًا كان بقى اللغات اللي بتتكلمها. اللغات بقى اللي هي بتقدّمها ومستوى إجادتك فيها. يعني مثلًا هل الإنجليزي مستوى أنت عندك مثلًا جيد، جيد جدًا، ممتاز، وهكذا. يعني أيًا كان بقى مستواك في اللغة اللي أنت بتحطها بتضيفها في الCV. طيب هنا بيقول لك تلميح ذهبي. الحاجات دي أنا مجهّزها يا جماعة عشان تبقى سهلة عليكم. تلميح ذهبي بيقول لك خلّي الCV واضح. مهم جدًا يكون كل معلومة فيه واضحة، يكون منظّم زي ما هنشوف وإحنا بنصمم دلوقتي، ويكون مختصر. يعني ما تكتبش كلام ما لوش أي لازمة جوّه الCV. ما يكونش طويل بدون داعي. يعني ما تقعدش بقى تحشي معلومات وتقول المهم كلام وخلاص. لأ، يعني نظّم الCV بتاعك. طيب بيقول لك كيفية إنشاء CV احترافي. ده هنشوفه عملي. دي خطوات أنا هاسيبها لك برضه عشان لو نسيتها من الفيديو تقدر تتابعها. طيب بيقول لك كيف يمكن تحويل الCV أو تصميم الCV إلى مصدر دخل قوي. هاتكلم فيها دلوقتي وبعدين نشوف بقى هنصممه إزاي. طرق الربح يا جماعة بتختلف من شخص لآخر على حسب هو هيشتغل إيه. بيقول لك ممكن تقدم خدمة تصميم CV على منصات العمل الحر زي Upwork وزي Fiverr وزي خمسات. دي مواقع كلها للناس اللي شغالة freelancer زي حالاتي كده. تقدر إنك تقدم خدماتك من خلالهم.
في التسويق لخدماتك على السوشيال ميديا وعمل عروض تنافسية، يعني خدمات السوشيال ميديا زي انستجرام، زي فيسبوك، زي تويتر، زي واتساب، تقدر تستخدم المنصات دي في انك تعرض على العميل خدماتك من خلالها. بيقول لك تقديم خدمات تحسين وكتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل، يعني في ناس بتبقى رايحة تقدم على شغل، فانت ومحتاجة مطلوب منها السيرة الذاتية او مطلوب منها السي في، فانت تقدر طبعا انك انت تعرض عليهم انك بتشتغل في الحاجه دي وتعمل لهم السي في. بيقول لك بيع قوالب جاهزه للسي في على منصات مثل ايزيتي وكرييفيت ماركت. يعني دي منصات طبعا بتكون موجوده علشان لو انت حبيت تعمل سي في جاهز كده وتقدمه للعميل، يقدر يتواصل معاك ويطلب منك انك تعمله سي في، او هو تعمله قوالب هو يعدل عليها على حسب يعني شغلك هيكون ايه. هنا باقول لك كاتب لك رسالة هنا باقول لك حرفيًا كل يوم في ملايين من الناس محتاجين لCV احترافي، وأنا شخصيًا يا جماعة اللي شجعني أعمل الفيديو ده إني أنا شخصيًا فعلًا بيعدّي عليَّ ناس جوّه الإستوديو عندي، بيعدّي عليَّ ناس محتاجة تعمل CV احترافي بشكل احترافي، ولكن للأسف ما بيلاقوش حد إن هو يعمل عنده، وأنا شخصيًا عملت دخل كويس من الجزئية بتاعة علشان أصمم CV هاروح على موقع كانفا، لإن إحنا مخصصين الكورس ده لموقع كانفا، الربح من كانفا أو الربح من الإنترنت. هاروح على موقع كانفا وهابدأ أكتب في خانة الsearch زي ما اتعلمنا قبل كده بقى، خلاص مش هنعيد الكلام تاني. هنكتب CV. طبعًا أنا هاكتب بعد ما هاكتب CV هاكتب عربي، علشان إحنا بنشرح على أمثلة عربية، لإن أغلبنا بيتكلم اللغة العربية أو متابع باللغة العربية. طيب بعد ما ظهر لي عملت سيرش ظهر لي نماذج زي ما احنا متعودين بقى. هتختار النموذج اللي يعجبك من التصميمات اللي موجودة. لو نزلت هنا لقيت مفيش تصميم عاجبك تقدر تضغط على شو مور هنا، وتقدر انك هيظهر لك تصميمات تانية تقدر تختار قالب منهم وتبدأ انك تشتغل عليه. انا بدور معاكم اهو على تصميم، ممكن اي تصميم من دول ينفع انك تشتغل عليه، ولكن انا يعني باحب الحاجات الهادية شوية، مش باميل أوي للحاجات الزيطة، فأنا هاختار قالب يكون هادي كده وتصميمه تصميمات، فهاختار تصميم زي اللي هو ظهر في الأول ده كده، وهابدأ أقول له customize، وهابدأ إن التصميم يفتح قدامي. بعدين هابدأ أعدل عليه أو أبدأ أغير، مفيش أي مشكلة. أول حاجة أنا هابدأ أعدل عليها، أنا عندي مجاز صورة هنا كده، فأنا ممكن آخد منها كوبي. هابدأ آخد كوبي وأحطها على بس على الديسك توب عشان تبقى سهلة عليا في إن أنا أجيبها. أول حاجة أنا هاروح على أبلود، وهابدأ أنا كنت محمل الصورة بالفعل قبل كده، ولكن لو أنت مش محملها تقدر تضغط على تحميل ملفات هيفتح لك الجهاز عندك تقدر إنك تختارها. بمجرد ما هاضغط على الصورة هتبدأ تفتح معايا، هاخدها وهابدأ أتحرك ناحية الدايرة اللي فيها صورة الشخص اللي قدامي هنا كده، وأبدأ أسيبها تفتح معايا. لو عايز تحركها حركها، لو أنت هتظبط مقاسها مفيش مشكلة. هو هنا بيقول لي إن خلي بالكم أنا هنا في سلايدر صغير ممكن أكبر منه وممكن أصغر بحيث إن أنا أبقى شايف التفاصيل قدامي. أنا كبرت شوية. هنا بيقول لي إن التصميم السي في ده باسم مراد ناصر. أنا هقول له لا، أنا عايزه رامي زاخر. مع مراعاة يا جماعة وأنت بتختار خط، هو في السي في هنا بيبقى مختار خطوط مناسبة، بس أنت لو هتعمل تصميم من جديد راعي إن الخط يكون خط ما بيتقري كويس ويكون سهل إنك تقراه، لأن السي في ده حاجة فورمال وحاجة رسمية. هنا محلل نظم، أنا هكتب مثلا مصمم جرافيك. تمام. انا مش هركز على معلومات الشخصيه قوي عشان بس ده مجرد شرح. معلومات الاتصال انا هكتب مثلا رقم التليفون، ده مش رقم انا كاتب عشوائي طبعا، ولو عندي رقم تاني هبدا اكتب الرقم التاني الخاص بيا، وبعدين هاجي عند الايميل وهبدا اكتب الميل بتاعي، وليكن ان ده الايميل الرسمي الايميل بتاعي. وهنا الويب سايت، لو عندي ويب سايت اقدر اضيفه في السي في. وهنا العنوان، طبعا بقول لك شارع اي مكان اي مدينه، يعني تقدر تضيف في العنوان بتاعك. انا مثلا ممكن اكتب القاهره، او مثلا هكتب مصر الاول، هكتب مصر بعدين القاهره.
طيب هطلع هضغط بره كده وبعدين هبدأ امسكها احطها في مكانها. طيب المهارات الأساسية بيقول لك تطوير البرامج. طبعا الحاجات دي ما تنطبقش عليا أنا شخصيا، فأنا هاخد أول واحدة وهكتب مثلا أي حاجة في مجال الجرافيك بقى. هكتب مثلا إيديت الصور. إيديت. طبعا هو هنا ممسحش القديم فعمل عندي مشكلة، فأنا ممكن أمسح كل اللي قدامي ده وأبدأ أكتب بقى المهارات اللي عندي. أنا بعرف أعمل إيه؟ مثلا هنا مصور، مصمم جرافيك. ممكن اكتب مثلا مونتاج الفيديو، التعامل مع الذكاء الاصطناعي. تمام، دي المهارات اللي عندي. طيب ممكن اجي هنا بيقول لك الملخص الشخصي، بيقول لك انا محلل. هنا تكتب نبذة شخصية عنك زي ما قلنا انك بتقدم نبذة عن انت بتعمل ايه. بقول كده انا مصمم، او هكتب انا مصور ومصمم جرافيك لجميع خدمات التصميم. هفتح قوس مثلا سوشيال ميديا، سوشيال ميديا ومطبوعات. تمام، وهكتب هنا كده مثلا عمل فيديوهات موشن جرافيك ومونتاج الفيديو. اكتب نبذة مختصرة عنك، يعني انت اكيد فاهمني. نبذة مختصرة عن انت بتعرف تعمل ايه او شغلتك عبارة عن ايه، او العميل بتاعك هيكون مديلك بقى البيانات دي كلها. هنا التاريخ المهني. التاريخ المهني ده طبعا تقدر تكتب مثلا الآن، يعني هو يكون في تاريخ مثلا من سنة 2010 لحد مثلا 2017. لا ممكن نقول مثلا ايه 2000. هنا محلل بيانات خبير، يعني ايه هتكتب بقى البيانات. تاريخ المهنة هتقول مثلا انا اشتغلت مثلا استوديو تصوير خاص. طبعا البيانات دي بتجيبها من العميل يا جماعة، البيانات دي كلها بتكون العميل موفرها لك. وبقى بغير بقى البيانات دي كلها بناء على الكلام اللي انا هكتبه واخده من العميل. استوديو تصوير خاص مثلا ممكن اكتب مثلا للتصوير الفوتوغرافي آه، تمام. ممكن اكتب هنا كده مثلا العمل، طبعا العمل منذ أكثر من 15 عام مثلا. تمام، دي المدة الزمنية اللي يعني بتكون كاتبها في الجزئية دي. محلل نظم طبعا أنا بغيرها بكتبها مثلا مصمم جرافيك. طيب هنا بيقول لك محلل بيانات خبير استوديو القمر. طبعا الحاجات دي كلها طبعا بتتغير بناء على البيانات اللي عندك. يعني مثلا ممكن تضيف الكورسات مثلا، يعني واحد زي حالاتي انا هيضيف الكورسات. الكورسات هكتب مثلا كده مثلا جرافيك ديزاين. طيب مثلا هنا كده ده حاجة خاصة بالناس اللي في مصر هتفهم المكان ده. المركز الثقافي الروسي، دي مكان انا اخدت فيه كورسات. ممكن اكتب مثلا كورسات من الانترنت. كورسات تعليمية خاصة، يعني الحاجات المهارات اللي عندك او الكورسات اللي انت حاصل عليها. تاريخ الدكتور، لا انا مثلا انا اكتب هنا كده مثلا يعني هتغير بناء على البيانات اللي عندك من العميل. ممكن اكتب اللغات مثلا. طيب اللغات انا هكتب هنا كده مثلا اللغة
عربية. تمام. وهكتب هنا كده اللغة الأم. تمام. الجزئية دي أنا مش عايزها. طيب مش عايزها. طيب هبدأ مثلا البيانات دي هبدأ أعدل فيها برضو اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية. وهاجي هنا مثلا هكتب مثلا مستوى جيد جدا. كل دي حاجات بيانات بتكون جاية من العميل مباشرة. بالمناسبة يا جماعة، بمناسبة البيانات، الملف اللي كنت بشرح منه ملف الوورد، أنا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن عشان الناس تقدر تحمله وتقدر إنها تعتمد عليه لو حابة في أجزاء الشغل بتاعها، يعني تراجع منه. تمام. طيب تمام. هتبدأ بقى تخلص بياناتك، وبعد ما خلصت التصميم بتاعك هتبدأ تضغط على شير، وبعدين تروح على داونلود، وبعدين هتلاقي إن ملف السي في دايما بيطلب ملف بي دي اف، فتقدر انك تختار البي دي اف من هنا. هتدور عليه، ادي ملف بي دي اف اهو، وبعدين تعمل له داونلود او تحميل، هيبدأ يحمل معاك. هتروح عندك على الجهاز بقى في المكان اللي بيعمل عليه داونلود الجهاز، وانا عندي بيعمل داونلود في ملف الداونلود هنا كده، وابدا اجيب الملف بتاعي، ومجرد ما هفتحه على برنامج البي دي اف او على جوجل زي كده يبدا يفتح معايا بالبيانات اللي انا عدلتها. ما تعتمدوش على البيانات اللي موجوده جوه السي في ده، ولكن انا عرفتك ازاي انك تغير في البيانات، وازاي انك تختار سي في يكون متناسق معاك. طيب معلومه اخيره، لو مثلا حبيت ان الالوان دي مش عاجباك، الالوان مش عاجباك، تقدر تغيرها لمجرد انك تعمل سيلكت على اي لون هيظهر قدامك فوق، تقدر انك تغيره باللون اللي يناسبك او اللون اللي يناسب العميل بتاعك. مفيش اي مشكلة، وتقدر انك تعدل في كل شيء موجود داخل الديزاين بتاعك او داخل التصميم بتاعك. طيب بكده اكون انهيت فيديو النهارده. واتمنى ان لو الفيديو عجبك ما تستخسرش بقى في الاشتراك واللايك، ولو انت اول مره تشوفني بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس وتقول لي رايك في الكومنت، وتطلب مني اللي انت محتاج تتعلمه، عشان ده بيفرق معايا كتير جدا في اني اكمل واني اكون مستمر معاكم. هتمنى اشوف رايكم في التعليقات، ويا ريت الناس اللي حابه تتعلم حاجه معينه تكتب لي في التعليقات، تكتب لي هي محتاجه ايه، او تتواصل معايا عن طريق الفيسبوك. هسيب لكم اللينكات في الديسكريبشن، سواء الصفحه او الجروب. ويا ريت كمان الناس اللي عملت تصميمات ومتابعه معايا تنزل شغلها على الجروب عشان باقي الاعضاء يتشجعوا، وكمان نقدر اننا نشوف مع بعض الناس مستواها فعلا بتستفيد ولا مجهود بيبقى على الفاضي. اتمنى اشوفكم وانتم متميزين ومتفوقين دايما في التصميم. شكرا ليكم انكم مستمرين معايا، واشوفكم بخير في الفيديو اللي جاي.